حجز كميات من شوكولاتة دبي تحتوي على مضادات ممنوعة في تونس. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنها حجزت بولاية القصرين كميات من شوكولاتة دبي لاحتوائها على الملون الغذائي E102، وهو ملون محظور استعماله في تونس منذ عدة سنوات نظرا لتأثيراته المحتملة في الصحة العامة. ولكن ماذا تعرف عنها؟ E102 تحت خزين واحد من أرخص الأصباغ الاصطناعية التي يتم الحصول عليها من تقطير الفحم، ويتم استخدامها في إنتاج الغذاء لإعطائه لونا أصفر ولتحسين مظهر الأطعمة والمشروبات المصنعة. توجد عادة في عناصر مثل الحلوى والمشروبات الغازية والوجبات الخفيفة والحلويات والصلصات والحساء وحتى مستحضرات التجميل. يساعد لونه الأصفر الفاتح في جعل هذه المنتجات جذابة بصريا، مما قد يكون جذابا بشكل خاص للمستهلكين وخاصة الأطفال، إلا أن استخدامه أثار أيضا مخاوف بشأن المخاطر الصحية المحتملة. هذا ودعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الجهات المختصة وجميع التجار والموزعين إلى الامتناع عن ترويج هذا المنتج، كما أهبت بالمستهلكين بضرورة التثبت من مكونات المنتجات الغذائية قبل اقتنائها والإبلاغ عن أي تجاوزات.